الله يبارك فيك. أول شيء والمنتخب شرفنا ورفع راسنا بعد ما كان أول منتخب تحت، الحين ارتفع فوق قدره عندنا، وهذا شيء فرحنا صحيح طبعا. تشكيلة مضبوطة وإن شاء الله اللي قدام مستوى أحسن وأحسن إن شاء الله. مبروك للجميع. المنتخب اليوم الحمد لله بما أنه اعتمد على عناصر شابة لها طموح للمستقبل، والحمد لله، ونتمنى انه يستمر على تشكيله معينه عشان الانسجام ما بين اللاعبين. اما كل يوم تغيير بين لاعب ولاعب هذا اكيد باذن الله. الله يبارك فيك. كيف المنتخب اليوم؟ والله الحمد لله كل شيء راضي على التشكيله؟ والله الحمد لله ما دام فزنا راضي الحمد لله. الله يبارك فيك. والله منتخب كويس يعجبك. اكيد الحين مع المدرب في لمسات. اكيد كل شيء تغير والله. شو المنتخب اليوم؟ والله المنتخب اليوم الشوط الثاني شيء غريب والله، يعني ما ادري اليوم يعني تشكيله وكم ونايف برضو ورقه رابحه. الله يبارك فيك ان شاء الله. المباراه اليوم والله ممتازه، واتمنى انهم يستمرون على كذا، ما هي مباراه واحده وبعدين ينامون، نبغى كذا واكثر احسن. كيف المباراه؟ والله الحمد لله. راضي عليها؟ والله راضي الحمد لله. الحمد لله. الله يبارك فيك، عساها الفرحه دوم ان شاء الله، ويوفق الكابتن نايف هزازي ورجعه مباركه، ونحب نبارك للجميع، وكابتن اسامه هوساوي ما قصر، الله يعطيه الف عافيه، وان شاء الله دوم يا رب. الف مبروك للمنتخب السعودي، الفوز طبعا معنوي اكثر ما هو فوز 3 نقاط. الف مبروك بعد ريكاردو والفشايل اللي كان مسويها اليوم. مباراه لعبوا بروح ولعبوا بنفسيه جيده. اشكر الجمهور اللي ملأ الملعب. 100 راضين عليه؟ اللهم لك الحمد، يوفقهم، اهم شيء صقر لينزل بدايه المباراه بس. الله يوفق ان شاء الله تمام. مبروك، اول شيء اقول مبروك، وان شاء الله من احسن لاحسن، مبروك نايف هزازي وفهد المولد. ما شاء الله مبدعين الشباب. راضين عليه التشكيله؟ الله تشكيله فوز المنتخب. هذا الكلام المفروض انه يصير من اول، يعني مو من اليوم. المفروض انهم يعني زي الناس الكبار السن هذول يشيلونهم، يخلون الناس اللي صغار السن بناء للمستقبل يعني. تأهلات ان شاء الله بمشيئة الله. نقول ان شاء الله الف مبروك المنتخب السعودي، وراح يتأهل آسيا باذن الله. جايين من القصيم علشان نحضر المباراه، هذا واجب وطني علينا. كسروا خاطرنا بالخليج بس عاد شكر الله، والان الفوز هذا ان شاء الله بدايه قوه للمنتخب السعودي، واحب اهني الجمهور هذا اللي حضر اللي ما راح تاب الصدق. الحمد لله فوز يعني جاء في وقته، المنتخب يمر في ازمه والحمد لله يعني بيضوها الشباب. تشكيله شلون اليوم؟ والله تشكيله مناسبه جدا، خاصه يوم دخل نايف هزازي. المنتخب صراحه ودنا يستمر على كذا على طول. الله يبارك فيكم ان شاء الله، فرحونا والله اليوم كثير صراحه، يعني كان رجعوا الحياه من جديد صراحه. الله يوفقهم ان شاء الله، يبارك فيهم من هالحال واحسن باذن الله. وضحت لمسات لوبيز؟ والله لا، اللعيبه هم اللي اكثر شيء بدي يبينوا.